عليكم إخواني في هذا الفيديو مع المارق حفيظ دراجي الذي ارتمى في أحضان العسكر عصابات الحكم في الجزائر لاعق حذاء التوفيق. للإشارة فهذا التوفيق كان يقول للجزائريين: أنا رب دزير. هذا المارق حفيظ دراجي خرج بتدوينه وكتب فيها التاريخ والإرث والعادات والتقاليد والثقافة والفنون الجزائرية بكل تفاصيلها تتعرض لعمليات نهب وسطو واستنساخ ممنهج. يا سلام! تزايد في الفترة الأخيرة في إطار حرب معلنة على كل ما هو جزائري يفوق بكثير ما فعلته فرنسا أثناء فترة الاستعمار، يقتضي منا التجنيد لحماية تراثنا الحضاري والحفاظ عليه ونشره في كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة معركة يجب أن يخوضها كل واحد منا لنشر الحقائق التاريخية ومواجهة التزييف والتحريف الذي يتعرض له شعبنا وبلدنا. للوهلة الأولى يا إخواني، عندما تقرأ هذه الأسطر تقول أن كاتب هذه الأسطر فإنه مغربي يتكلم عن الإرث والعادات والتقاليد والحضارة المغربية، فتتفاجأ بأن كاتب هذه الأسطر هو المارق حفيظ دراجي الذي لا يستحي. هذه كلها محاولات فاشلة للرد على الحقائق التاريخية التي واجههم بها المغاربة، التي عرت وفضحت ادعاءات بلد الحضيرة بالجزائر. حاولوا خنشرة كل ما هو مغربي يا إخواني. نعم، الموروث التاريخي للمغرب بأكمله حاولوا سرقته بدون استحياء. قالوا لك الزليج إنه جزائري، الكتبية الصومعة الشامخة مثلا قالوا لك إنها جزائرية. نعم، باب المغاربة في القدس الشريف قال لك إنه جزائري قبل أن تولد الجزائر. نعم، صدق أو لا تصدق. المرابطين والموحدين قالوا لك إنهم جزائريون. ابن بطوطة كذلك جزائري. الجزائر أول بلد يعترف بأمريكا. نعم، حاولوا سرقة كل شيء من صناعات تقليدية والطبخ والقفطان المغربي قالوا لك إنه جزائري. الصناعة التقليدية من الفخار والجلد والنحاس والفضة وما إلى غير ذلك قالوا لك إنها جزائرية. الطنجية كذلك تمت خنشلتها يا إخواني، والملحون المغربي تمت خنشلته من طرف الحضيرة بالجزائر. ويخرج لنا المارق حفيظ دراجي ليتكلم بهذه الأشياء. طقوس الأعراس المغربية كذلك يا إخواني تم استنساخها يعني طبق الأصل، وقال لك إنها جزائرية. نعم، انتظار الحقائق التاريخ يا المارق حفيظ دراجي، نحن في انتظارها بفارغ الصبر لنشاهد العادات والتقاليد التي تتمتعون بها. للإشارة فالعادات والتقاليد المتبقية في الجزائر عند الأمازيغ، آه، عند الأمازيغ، ويحاول نظام العسكر بكل قوة طمسها من الجزائر. هذه هي العادات والتقاليد. هذه هي هو لباسهم. قال لك القفطان المغربي هو جزائري، هذا هو لباسكم العثماني. علاش ما تكونوش مصالحين مع النفوس ديالكم يعني تعرفوا هذا هو لباسنا. وفي الأخير نقول إن لم تستحيي فافعل ما شئت، والمغاربة لكم بالمرصاد. إخواني، السلام عليكم في فيديو جديد.